فوركس الإسكندرية 2022 للتدريب والاستشارات بالبورصة المصرية. أهلا وسهلا بكم. نتعرف بحضرتك. ريم الرحماني، صحفية وإعلامية وعندي شغل خاص. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. عرفينا بقى بمجالك. أنا كنت جاية المؤتمر علشان أغطي الأخبار بتاعته، لأن الفوركس يعني لسه مجال جديد في السوق، ولسه في ناس كتير لسه ما تعرفش إيه سوق العملات وإيه سوق الفوركس. فكنت جاية أغطيه إعلاميا وصحفيا، لكن لما استمعت للمحاضرات لقيت إنه مجال شيق جدا، وخصوصا إن يعني أنت لما ليكي مجال معين في حياتك عايزة تضيفي مجالات أخرى تستثمري فيها أموالك. فده ده حاجة كويسة جدا ليكي، بحيث ان انت تقدري تستثمري اموالك في حاجه جديده ما كانتش معروفه في السوق. الفوركس خلاني المحاضرات اللي سمعتها، ودكتور هاني انا بشكره بالمناسبه السعيده دي، عايزه اوجه له الشكر ان هو دعاني للمؤتمر. فمنه ان انا غطيته صحفيا، ومنه ان انا استفدت ليا في حياتي الشخصيه ان انا ازاي اقدر ادخل سوق العملات بفلوسي انا شخصيا من غير ما اخاف. وعايزه اقول له اهم نصيحه اداها لي النهارده ان هو قال لي اتعلمي المجال كويس قبل ما تدخلي فلوسك عشان ما تخسريش. فانا جايه النهارده عشان اغطي المؤتمر وفي نفس الوقت جايه اتعلم. فانا مبسوطه جدا ومبسوطه بحضرتك انك بتلقي الضوء على الفوركس، واتمنى ان يحصل مؤتمرات زي دي كتير في بلدنا، بحيث ان المجتمع كله يقدر يعرف اكتر عن سوق العملات. ميرسي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، شكرا. نتعرف بحضرتك. دكتورة وفاء بدر، عضو لجنة اقتصاد سيدة الأعمال وجمعية ريادة الأعمال، وأمين مساعد محافظة اسكندرية في الحزب العربي، وسيدة أعمال. أهلا بحضرتك. حابين نعرف من حضرتك النهارده أهداف الملتقى. بصي، هو الدكتور هاني النهارده بجد كلمه في حاجات كتير قوي، واهمها اللي كانت الدكتوره نوره لما اتكلمت عن الحوكمه وازاي ندير المخاطر، وازاي ندير رياده الاعمال. دي حاجه مهمه جدا، ازاي نكافح الفساد في البلد. فدي من ضمن الاهداف اللي كانت القاء الضوء عليها، ودي كانت حاجه مهمه قوي، لان احنا في الفتره اللي جايه دي لازم نهتم بالحاجات دي قوي. دراسه المال وسوق المال وسوق الذهب والبورصه، دي من ضمن الحاجات اللي بنحاول نفتح سوق عمل فيها جديد. انت عارفه الاقتصاد الايام دي احنا بنحاول نعمل اي حاجه بحيث ان احنا نبتدي ندرس السوق دلوقتي يعني. إيه الرسالة اللي حابة توجهيها النهارده للشباب من خلال المؤتمر؟ حابه اقول لهم اجتهدوا، اشتغلوا، ادرسوا. من ضمن اي حاجه لازم تدرس، لازم تحضر اي حاجه بتتعمل في البلد، سواء مؤتمرات او مبادرات، او الحاجات دي مهمه جدا، لان هي بتنمي المستوى الفكري بتاعك والثقافي. فالحاجات دي مهمه قوي قوي قوي، بنوجه بيها الشباب ان هم لا، اشتغلوا وادرسوا واعملوا. البلد فيها خير ان شاء الله، والدنيا هتبقى زي الفل. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك قوي، شكرا. وبشكر الدكتور هاني جدا، والدكتوره نور، والدكتور علي، بجد كل القائمين على المؤتمر النهارده، يعني حاجه اكثر من رائعه. شكرا لكم. أستاذة شيماء فؤاد، مدرب ومحاضر يوسي ماس، ومؤسس برنامج عبقري روماس، ورئيس مجلس نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشارك التنمية المستدامة. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك حابين نعرف النهارده من خلال مشاركتك للمؤتمر استفدتي إيه؟
المؤتمر بصراحة جميل جدا والاستفادة عالية جدا بالنسبة لتأسيس مشاريع جديدة ونظام البورصة، وازاي ان انا افتح مجالات جديدة في المؤسسة عندي. فديت الاستفادة الأكبر، ان احنا بنتعرف على كوادر جميلة وكوادر جديدة نقدر نستفاد منها في كل المشاريع القادمة بإذن الرحمن. الرسالة اللي حابة توجهيها النهاردة لدكتور هاني؟ بجد يوم جميل جدا ومؤتمر مشرف في حاجة حلوة، حاجة جديدة للمجتمع، حاجة حلوة حلوة جديدة للمجتمع، وحاجة ان هي تعرفنا على نظام البورصة وازاي ان احنا نشتغل وازاي نستثمر الحاجات الجديدة ديت ونستفيد بيها. وكمان مع التعليم ومع كل الكوادر الحاجات الجديدة دي نقدر نستفيد بيها اكتر. يعني احنا عشان نقدر نستثمر لازم نتعلم ولازم نعرف ايه المشاريع الموجودة عشان نقدر نستفيد منها. على اللقاء الجميل. وانا بشكر دكتور هاني على اليوم الجميل دوت على المؤتمر الموفق.